يا صباح الفل، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب كلكم ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى عندنا اوردر تحفه يا بنات، زي ما انتم شايفين كده عاملين عظمه. حاجه بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده. عندنا بطايه بقى نحشيها مرتة، وكمان هنعمل رز بالخلطه زي ما انتم شايفين. لو عايز تعرفي الحلاوه دي اتعملت ازاي تابع الفيديو للاخر. ولو انت مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتنوريني وتفعلي زر الجرس، عشان ان شاء الله اول ما انزل لك فيديو يوصلك على طول ويوصلك اشعار ودعما منك ليا. يلا بينا بقى نشوف عملنا القمر دي ازاي ونبدأ الفيديو الجميل بتاعنا. مش هطول عليكم، هنبدأ على طول. اوردر النهاردة زي ما انتم شايفين كده الرز بالخلطة وبطاية محشية مرتة. يلا نشوف عملناهم ازاي. قلت بسم الله ودخلت المطبخ على طول، وبدأت أول حاجة عملتها زي ما انتم شايفين. قشرت كمية من البصل الأبيض حلوة، حوالي كده كيلو ونص. والبطة بتاعتنا بقى غسلتها كويس جدا جدا، وبعدين حطيتها بقى في ايه، في ملح وليمون وجنزبيل ودقيق. ليمون كتير بقى يا بنات، عشان احنا عارفين ان البط بيبقى فيه زفارة عالية، فالليمون بيقضي عليه خالص. هنقعدها كده حوالي ساعة كده براحتها تنزل كل الزفارة بتاعتها. وهنروح بقى نحضر المرتة. وعشان نعمل مرتة صح لازمها بصل أبيض. البصل الأبيض بيبقى جميل جدا، أحلى بكتير من الأحمر في المرتة. وطبعا عندي مكسرات، هستعمل النهاردة عين الجمل والزبيب. هحطها في المرتة نفسها، لو انت مش حابة طبعا دي ترجع لذوقك الشخصي. تمام، هنروح بقى نغسل البطة كويس جدا جدا، وبعدين هنبدأ مع بعض نشوف هنعمل ايه. هاخد البطاية الجميلة دي على الحوض بقى، شطفة حلوة جدا جدا جدا. وبعدها يا بنات برضو بنعصر عليها ليمون وبنسيبها شوية. تمام، عشان نضمن ان ما يكونش فيه زفارة خالص. بقطع منها الرقبة يا بنات، وبسيب الجلدة دي عشان هنحشيها مع بعض، بتدي قوام حلو كده للبطاية. لما بتيجي تستوي بيبقى شكلها حلو جدا. اخدت الاول من البصل دول حوالي كيلو ونص بالظبط من البصل الابيض. هاخد منهم حوالي كده 5 معالق، هسيبهم كده على جنب للرز. واخدت منهم معلقتين صغيرين، وحطيت عليهم ملح وفلفل. بقية البصل عندي ده بقى حوالي كده كيلو وربع. تمام، هنحط عليه كمون وفلفل وملح. تمام، هي دي المرتة بتعمل كده. في كمان ناس ما بتحطش كمون، لكن انا بحب احط كمون بسيط. تمام. البصلاية بقى الصغيرة اللي أنا شِلتها على الجنب دي، حطيت فيها ملح وحطيت فيها فلفل. ودعكت الأول البطاية كويس جدًا، جدًا بيها. تمام، بتفرق خالص يا بنات في الطعم. اعملوا الحركة دي في أي طيور هتفرق خالص معاكِ في الطعم، حتى لو هتحشيها. هتدّيكِ هتبقى طعم اللحمة من جوّه حلو جدًا. وطبعًا إحنا بقى بنستخدم إيدينا وإيه، وعلى طول بقى على الحوض بنغسلها وكده. فمعلش بقى اعذروني، أنا مش باحب أستخدم الجلافز خالص يا بنات. بيضايقني بصراحة في الشغل، فطبعًا كلنا بنستخدم إيدينا في البيت وبنغسلها كويس جدًا كل شوية. بعد بقى ما هاسيبها كده نروح بقى نعمل المرتة. طبعًا المرتة دي بتبقى طعمها حلو جدًا، جدًا. بتتاكل بقى مع الرز بتبقى جميلة جدًا. حطيت بقى التوابل الملح والفلفل والكمون، وحطيت معلقة سمنة بلدي كبيرة. وبدأت بقى إن أنا بإيدي أفرُكها كده أو أمرُطها. هي دي جات من هنا يا بنات كلمة مرتة، إن أنتِ بتمرُطي البصل بإيدِك كده. وبتنزّلي كل العصارة اللي فيه، فبيدّي له طعم حلو جدًا، جدًا. تمام. خدتها بقى على النار، وطبعًا عشان إحنا هنعمل بَط، فالبَط بياخد تسوية كتير يا بنات. فإحنا هنسيب المرتة بتاعتنا يا دوبك بس تنشف مَيّتها، وهنبدأ ننزل عليها بالمكسرات، مش هنسويها. مش هاسويها سوا كامل يا بنات، على عكس ما بنعمل في الفراخ أو في السمان. بنسوي البصلة كويس جدًا، لإن طبعًا الطيور دي ما بتاخدش وقت، على عكس البَط بياخد وقت جامد معانا. فأنا عايزة أحتفظ بقوام كده حلو للمرتة. عايزاها تكمّل سواها جوّه البَطّة وهي بتستوي. وما تكونش مهرية بقى معايا يا بنات. تخيلوا كده لو هي مستوية الأول وإحنا حطيناها، والبطة طبعًا بتاخد من 3 يعني 3 ساعات على النار. فهتبقى بقى معانا مهرية خالص ودايبة، ومش هيبقى ليها طعم كده حلو. لكن لو عملتوا زي ما قُلت لكم كده إن شاء الله هتطلّعوا مرتة حلوة جدًا، جدًا. زي ما أنتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، البطاية معايا حوالي 4 كيلو ونص ل5. ألف هنا لأصحابها. أخدت معايا حوالي كيلو وربع بالضبط من البصل. تمام. طبعًا أنتم عارفين إن جلد البطة بيبقى تخين، فممكن بقى عشان طبعًا نقفلها استعملت عيدان الشيش طاووق دي. وعملتها بالمنظر ده، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، عشان برضه أستغل إن أنا إيه، العود بس هو اللي يضبّط لي الدنيا كلّها. وزي ما أنتم شايفين قفّلتها خالص. وهنبدأ بقى ننزّل كل البصل من عليها. عايزة البطاية تبقى معايا زي الفل، عشان طبعًا أنا باشوّحها، ما باحبش أحط البط يتسلق كده في مَيّة. لأ، أنا باشوّحه تشويحة حلوة جدًا في حتّة سمنة بلدي كده وفص مستكة وحبّهان. بيدّي طعم حلو جدًا، جدًا للشوربة.
طبعا دي الاساسي عندنا في كل الطيور. لما بنيجي نسلق المستكه يا بنات، تمام، تدي طعم حلو للشوربه، وكمان بتخلي الشوربه معانا فاتحه. حطيت مستكة وحبهان وقطعة كده من السمنة البلدي صغيرة، لأن طبعا البط بيبقى فيه دهون، فاحنا مش عايزين الشوربة بتاعتنا تبقى دسمة قوي. تمام. هشوحها كده من الجنبين، مش عايزاها تاخد لون غامق عشان برضو الشوربة بتاعتي تكون فاتحة وجميلة. بعد ما اخدت كده صدمة من الوشين، بدأت بقى ان انا انزل بايه بالحاجات بتاعتها والمية. تمام يا بنات. وهنغمرها بقى بالمية خالص ونسيبها، مش هنحط لها ملح دلوقتي. بعد كده ما تغلي شوية هنبدأ بقى ايه نحط لها الملح. هغطيها خالص بالمية، وزي ما انتوا شفتم يا بنات، انا جبت السكينة واديت لها كده ايه غزتين من الجنبين عشان خاطر ايه تستوي معايا مظبوط. تمام، لازم نعمل الحركة دي عشان تستوي معايا مظبوط. تعالوا بقى نعمل شوية رز كده بالخلطة ملهمش حل. عندي طبعا رز بسمتي، ده الحباية الصفراء. اول حاجة طبعا بعملها على النار، بحط الرز الكيلو معايا، كيلو بياخد 3 معالق كبار من السكر. هحطهم كده على النار لحد ما يدوني اللون اللي انتوا شايفينه ده. أنا مش عايزاه لون غامق يا بنات، عشان طبعا بيمرر معايا الرز، لما بتغمقيه بيمرر معاكي الرز. تمام. هننزل بقى بشوية الزيت بعد ما ناخد اللون الحلو، وهحط بصلاية كده من البصل طبعا اللي احنا عيناه. احنا كنا سايبين شوية من البصل اللي احنا قطعناه في الأول. أخدت منهم كده حوالي بصلاية متوسطة، وبدأت بقى ان انا انزل كده اقلبها فين مع السكر. وبعدين حطيت مكعب من المرق، وحطيت الشوربة او المية، وحطيت قرفة، وحطيت قرنفل، وحطيت حبهان. وهملح بقى كويس جدا، واسيب المية دي تغلي كويس جدا، واول ما تغلي هنحط الرز عليها. طبعا المقطع ده مش عارفة راح فين، بس ما علينا. حطيت الرز وعايرت الرز. ما شاء الله عندي الأربع كوبايات رز بياخدوا معايا 5 كوبايات مية أو 5 كوبايات شوربة، وبيطلع معاكي ما شاء الله مفلفل زي ما شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. كان طالع تحفة. وطبعا هي كانت طالبة برضو معايا بالشوربة بتاعة البطة كلها ان انا اعمل لها لسان عصفور. فحطيت كيس لسان عصفور، فبرضو معلقة سمنة بلدي حلوة، وقلبتهم لحد ما اخدوا اللون الحلو. نزلت عليهم بكوباية شوربة، وغطيت عليها وسبتها ان هي تستوي. واول ما تبدأ في السوا وتشرب المية بتاعتها، هنبدأ ننزل عليها بكل كمية الشوربة، بس طبعا هنصفيها كويس جدا عشان ناخد احلى لسان عصفور. وكده يا دوبك هتغلي معايا غلوة، وهسيبها بقى على جنب. عمرها في حياتها ما تشرب الشوربة بتاعتها. وهناخد احلى لسان عصفور. خلصت لسان عصفور هركنه على جنب، وهخش كمان على ايه على المكسرات وعلى الرز بالخلطة بتاعنا. عندي هنا كمية من المكسرات وكمية من الزبيب، طبعا حسب ما انت حابة الكمية طبعا ترجع لك. هحمر المكسرات في سمنة بلدي، بتفرق خالص يا بنات في الطعم، دي طعم تحفة جدا جدا. هنقلب كده على نار هادية ولحد ما تاخد لون كويس، وهنسيبها على جنب. نبدأ بقى نغرف مع بعض. انا غرفت بالشكل ده لان ممكن بقى تغرفي في اطباق فويل او كده، لكن انا حبيت ان انا اعمل لها شكل كده حلو، لان انا اعرفها فاهمين يا بنات. ف عملت لها صاج من عندي وظبطت الدنيا. لكن طبعا بتحطي الاوردر بقى زي ما انت حابه في الاطباق الفويل و... والقوارب والكلام ده. تمام. غرفت الرز بالشكل ده، وشلت بقى الشيش طاووق من البطاية طبعا. ونتأكد واحنا بنغرف الرز يا بنات القرنفل اللي فيه يتشال، والحبهان برضو يتشال. تمام. وهعمل بقى البطايه بالشكل ده. البطايه بتاعتها اخدت اللون الجميل ده ازاي من غير اي حاجه يا بنات والله. بعد ما اتسلقت اتدهنت بس بشويه سمنه بلدي، واتحط عليها ملح وفلفل، واتحطت في الفرن. ولما طلعت برضو ادت لها مسحه بالسمنه البلدي زي ما انتم شايفين. التفاصيل دي مهمه جدا يا بنات. بدات بقى ان انا اقدمها بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. عملتها بالمنظر الحلو دوت، والمكسرات بقى وحاجه كده بجد ما شاء الله. طلعت تحفه وعجبتهم جدا جدا ما شاء الله. وعايزه اقول لكم بقى الكبد بقى معايا خدتها بس كده في شويه ملح وفلفل وقرفه ومعلقه سمنه كده، شوحتهم على النار، ونزلت عليهم بصلايه صغنطوطه كده، شوحتهم مع بعض وبقوا معايا بالشكل ده. طبعا بقى الجرنش والشكل النهائي بيفرق جدا في تقديمك لشغلك. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، تقديمه بسيطه وجرنش بسيط اداك الشكل الجميل اللي انت شايفاه ده.
طبعا تقديم الاكل بطريقه كويسه بيفرق جدا. طبعا احنا متابعين في الحاجه فنقدمها بشكل حلو. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ويكون طريقه البط بالمرتة والرز بالخلطه عجبكم. ولو عجبكم يا ريت ما تنسونيش في دعم منكم بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. واشوفكم على خير، فيديو جديد ان شاء الله واوردر جديد. ادعوا لنا كده بالتوفيق، ربنا يوفقكم ويسعدكم جميعا ويراضي كل الناس يا رب ويسعد كل الناس. اشوفكم على خير، فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف الف سلامة. باي باي.